عزيزي المشاهد الجميل، فاكر لما قلت لك ان هذه قصه خياليه؟ هذه القصه حصلت ولكن في بلد تانية. لا، فين يا ابو حميد؟ مع اهم مبنى سياحي في اسبانيا وهو قصر الحمراء. ده يا عزيزي اكتر مبنى بيجي له زوار في اسبانيا كلها. ده اكتر من كام جنيه يا ابو حميد؟ قبل ميسي ولا بعد ميسي يا عزيزي؟ تفرق. قصر الحمراء يا عزيزي هو الاهرامات بتاعت اسبانيا، والقصر ده فضل مهجور تقريبا من بدايه القرن ال17 لحد نص القرن ال19 تقريبا، قرنين ونص، 250 سنه. هذا المكان اللي في مقام الاهرامات مهجور. واحد يقول لي استنى يا ابو حميد، ايه القصر ده اصلا؟ والحمراء ده يا ابو حميد ذات الرداء. هقول لك زي ما انت عارف ان اسبانيا والبرتغال واجزاء من جنوب فرنسا كانت في يوم ما الأندلس، والأندلس كانت حضارة متقدمة بيحكمها المسلمين، وكان عايش في هذه الفترة مسلمين ومسيحيين ويهود. الفترة دي بيسميها المؤرخ والناقد الأدبي أمريكو كاسترو كونفيفينسيا أو الكونفيفينسيا من ريكونكيستا. الأسباني بتاع عزيزي محتاج تقوية، واللي معناها التعايش. الممالك المسيحية في أوروبا بدأت تتوسع باستخدام الحروب، وقرروا يسيطروا على منطقة أسبانيا والبرتغال كلها، ومشوا المسلمين واليهود من هناك. الفترة دي اسمها ريكونكيستا. في حاجة كده زي الريمونتادا، ولكن اللي جوه فيها بتحسب للي يموت ناس اكتر. حكم المسلمين وقتها بدأ ينحسر ويتفكك لإمارات أصغر بعد ما استمر، شوف قد إيه، 750 سنة. إمارة غرناطة دي كانت آخر إمارة حكمها المسلمين في الأندلس. وصل لحكمها واحد اسمه محمد بن نصر ابن الأحمر. ابن الأحمر بدأ في بناء قلعة كبيرة لحكم غرناطة. إيه يا أبو حميد، هو مش اسمه الأحمر؟ أمال الحمرة دي تبقى مين؟ الحمرة يا عزيزي تبقى حيطان القصر. البنائين وهم بيبنوا ابراج القلعه واسوارها استعملوا تربه من الهضبه اللي القلعه مبنيه عليها. التربه دي كانت مزيج من الطين والرمل والزلط، وفيها نسبه عاليه من اكسيد الحديد بيخلي لونها احمر. البنائين حطوا ميه على التربه وعملوا صبه. في الوقت ده الناس كانت بتبني بالطوب او الحجر، واوقات الخشب، يجيبوا وحدات ويرصوها فوق بعض. لكن ابن الاحمر كان مستعجل، غرناطه وسط حروب، وهو عايز يلحق يثبت حكمه بسرعه، وبالتالي الحل اللي عملوه كان اسرع. الارض جنبك، بدل ما ترص طوب تصب مزيج طيني. الكلام ده يا ابو حميد بيفكرني بالخرسانه. ايه الحلاوه والشطاره دي يا عزيزي؟ قاعد مع حسن علام، مستر شاكر صاحب الكود. ده انت شاطر قوي. هي شبه الخرسانه فعلا، ودي على قد ما انها تبان ملاحظه هايفه اليومين دول، بس وقتها ده كان اسلوب مبدع. خد بالك يا عزيزي ان قصر الحمراء ليس قصرا، ومش مبنى واحد ابن الاحمر خلصه وحاسب الناس واداهم دخانهم وخلاص على كده. لا، ده قلعه وجواها قصور كتير ومكاتب حكوميه واداريه واماكن سكنيه لموظفين الدوله، غير قصور الحكام، وليها نظام ري منفصل وحوارات كثيره. انا بكلمك يا عزيزي على مجمع مباني فضل يتطور لمده 200 سنه تقريبا. في المجمع الكبير ده في كام مبنى كده هم اللي قلبين الدنيا، نسابهم مزيكا العينين وزخارفهم قصايد شعر. للدرجه دي يا ابو حميد حلو اروح اسبانيا؟